السلام عليكم. متضايق قوي، مخنوق، حاسس ان الدنيا مش مدياك حقك. كل ما تتعرف على حد يبقى الحد ده مش قد ثقتك، مش شبهك. حد عمل لك بلوك زي الفيديو اللي فات لما قلت لكم اللي بيعمل بلوك من غير اي داعي ايه اللي بيحصل. متضايق ومخنوق وما عندكش طاقة لدرجة ان انت حالتك النفسية مؤثرة على حالتك الصحية. بطنك بتوجعك باستمرار، عضلاتك جسمك مش قادر تتحرك، مش قادر تمشي، ما عندكش رغبة في أي حاجة، لا تاكل ولا تتفرج على تلفزيون ولا تفتح موبايل ولا أي حاجة في الدنيا. وصلت للمرحلة دي ليه؟ طب تخرج منها ازاي؟ وصلت المرحلة دي ليه؟ بصراحة يعني حاجات كتير قوي، وكل واحد حسب طبعا المواقف اللي بيعيشها والدنيا واللي حواليه والحاجات دي. لكن تعمل ايه بقى علشان تخرج من الحالة دي؟ في حاجات كتير قوي المفروض تتعمل، بس احنا نقدر نعملها ولا لا مش عارفة. يعني اللي انا اقدر اعمله غير اللي انت تقدر تعمله، بس انا هقول لكم انا ممكن اقدر اعمل ايه. يعني انا مثلا بصلي الحمد لله رب العالمين الصلوات كلها، بس مش كفايه الصلاه والسنه، مش كفايه، لازم شويه نوافل. يعني مثلا لما بكون متضايقه قوي ومكتئبه ومش عارفه احل مشكله وكده، ما عنديش ملجأ غير ربنا سبحانه وتعالى. ما بقومش من على سجادة الصلاة، وخصوصا في التلت الأخير من الليل، إلا من أنا مثلا أقعد أدعي كتير قوي وأعيط على السجادة، وخصوصا وأنا ساجدة أشكي له وأحكي له وأقول له يا رب وقف جنبي، ما هو مفيش غيرك. تاني حاجة، اساعد غيري. كنت شفت كده واحد جميل يعني من الاغنياء، كانوا بيقولوا له اكتر حاجه انت بتبقى سعيد فيها ايه؟ قال لهم لما بساعد حد. على طول بيجي في دماغي ان انا لازم اطلع صدقه، اطلع اي حاجه لله. كنت برضو شفت من الحاجات الجميلة اللي واحدة كده بسيطة جدا وعادية جدا كانت بتقول وانا رايحة كل يوم الشغل لازم اجيب علبة بسكويت وافرقها كده على الناس اللي انا ماشية، الناس الغلابة، الناس اللي بيكنسوا في الشارع، الناس اللي مش عارف ايه بيبقى نفسهم ياكلوا حاجة حلوة كده، او الصبح ما لحقوش يفطروا او كده. دي حلوة قوي. مش عايزة اقول لكم بقى ان في دور ايتام وفي حاجات كتير قوي تقدروا تحسوا بالسعادة لما تروحوا تساعدوها، كبيرة جدا. تالت حاجة، دي ما بقدرش اعملها كتير يعني، بس المفروض ان انا اجدد طاقتي بان انا مثلا اخرج اتفسح اسافر، وخصوصا السفر وخصوصا القعده على البحر والحاجات الجميله دي. مكلفه، بس هي اللي بتخرج بصراحه الواحد من المود. في تالت حاجه، يعني اول حاجه علاقتك بربنا لازم تزيد. تاني حاجه الصدقات بقى ومساعده الغير. تالت حاجه ان انت تفسح روحك. رابع حاجة، لازم ست بقى راجل أي حاجة لازم يكون عنده مهارة جديدة يتعلمها. طول ما الواحد بيتعلم، طول ما الواحد حاسس إن هو إيه ده، لا ده أنا لسه فيا أمل إن أنا أتعلم وأعرف حاجة جديدة وأعملها. الناس اللي بتشتغل يمكن تكون عندها شوية حظ بإنها ما بتخرج تتكلم مع حد بتجدد طاقتها. حتى المشاكل اللي بتبقى في الشغل والحاجات دي برضو بتبقى فيها نوع من التغيير وتجديد الطاقة، لكن المشكلة في الناس اللي قاعدين في البيت اللي زي حالتي كده وما بيشتغلوش. لازم اتعلم حاجة جديدة، لازم اشوف حاجة مثلا اعملها. حاجات من الحاجات دي، انا عن نفسي بشتغل مثلا كروشيه وتريكو، حاجات كده جميلة، وساعات بعمل فيديوهات طبخ. يعني بتعلمها وبعملها علشان احس ان انا لسه قادرة اغير من حياتي واعمل حاجات تشبع روحي شوية. خامس حاجة، الصحاب. يا جماعة الصحاب، وخصوصا بقى طبعا ان انت تنقي صديقك، الصديق الصدوق اللي بيقولوا عليه. الصديق الصدوق ده في حياة الانسان نعمة كبيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده سيدنا ابو بكر الصديق صديقه في رحلته. فلازم يبقى في حياتنا صديق كده، صديق صدوق، صديق كده يعيننا على كل شيء وحش، يقف جنبنا. نختاره ازاي بقى؟ دي حاجات كده عايزة حلقات وحلقات يعني. فهم دول تقريبا الخمس حاجات اللي المفروض الواحد يعملهم عشان يجدد طاقته ويخرج من الحالة اللي هو فيها. علاقتك بربنا لازم تزيد، الشكوى له هو مش لحد تاني. ان انت تطلع صدقات، تساعد غيرك. صدقة مش فلوس بس، انت ممكن تساعد واحد في شغل، في ان هو يلاقي حاجة، في ان هو حتى يحل مشكلة معينة. المساعدة كتير قوي والصدقات كتير قوي. تالت حاجة، تتفسح، تخرج نفسك، تتعلم مهارة. رابع حاجة، والأصدقاء.